هجوم عليهم. أنا لا أريد. ليش تركيب قصة فلسطيني أردني بالساحة؟ أنا لا أريد. طارق، أنت الآن متهم، أنت فعلا متهم، محكوم عليك بسنتين سجن ومتهم اليوم بأنك لا تصريحاته. لو كان أريد. في دولة، لو كان في حكومة قوية وحقيقية في الأردن بعد هذا التصريح كان يجب أن يذهب إلى أمن الدولة بتهمة إثارة النعرات العنصرية. وأنا حقيقة أتمنى أن نصل مطار عمان ويستطيع بالقانون توصيف ما تحدث به طارق خوري. وأنا تحدثت كوتيشن توصيف لماذا قانوني، تتحدث عن أمور، لأنه مس عن أمور تمت بينكما، حامل وحدة، أمور تمت بينكما تطرحها هكذا أمام العلن. من المفروض لأنه أنا صاحب الأجندة. دعني أخذ سامي سيد على التليفون، رئيس نادي الوحدات سابقا. الأستاذ سامي مرحبا بك وأسفين على التأخير. ماذا يمكن أن تقول وسط هذا الجدل وأنت كنت رئيسا سابقا لنادي الوحدات؟ أول شيء مساء الخير. مساء الأنوار. ثاني شيء أنا بحيي يعني الضيوف وبحيي الأخ سخر أبو عنزة، وبطالب الأخ المجالي اللي هو يعني شخص محترم وشخص وطني وشخص عربي أن يفك الحصار قليلا عن طارق خوري وأن لا يحاصره سياسيا، والقضية ليست سياسية. ما هو اللي حاصرنا احنا اللي حاصرنا. المسألة الحقيقة يعني الشغب في الملاعب ظاهرة موجودة في كل العالم، ولكن عنده خصوصياته في الأردن. أكفيك يا سيدي. وطبيعة كرة القدم هي لعبة شعبية. نعم. معظم روادها من الجماهير العادية والفقيرة، لها أحلامها ولها أحزانها، وتفرغ كثير من إحباطاتها في عالمها الخاص. لكن ما حدث في استاد القويسمة لا يندرج إطلاقا في مسألة شغب الملاعب، لأنه لم يكن هناك شغبا للملاعب. أين يندرج؟ ما حدث في القويسمة تماما، خليك معي قليلا بس ما تطول، الله يخليك، ما تطول من فضلك. ما حدث في القويسمة كان من حيث اللعبة والأداء نموذج. كان هناك اتفاق أن يخرج الفريق الخاسر قبل نصف ساعة. نعم. وغادر الفيصلي بكل احترام أرض الملعب. نعم. بقي جمهور الوحدات في انتظار انتهاء النصف ساعة. نعم. قبل انتهاء النصف ساعة حاول الدرك تفريغ الملعب لسبب ما، بده يروح مستعجل إلى آخره. هنا حصلت الخطأ ولا أقول الخطيئة. صار هناك لم يحصل اصطدام، حصل تزاحم نتيجة ضغط رجال الدرك، ضغطوا على الشيك انقلب، أصبحت اختلط الحابل بالنابل. ما أردت أن أقوله. هل يجوز وصف ما أردت أن أقوله أن المسألة بيهود الداخل؟ هل يجوز أستاذ سامي لم يتم وصفهم بالشكل هذا؟ هل هذا الخطأ، واحنا بنعترف معك انه في خطأ امني، لكن هل يجوز وصف هذا الامن بيهود الداخل؟ يا استاذ مجالي خل اكفي. انا ما بدي نكبر القصه. من طارق خوري الى اخر عضو في الهيئه العامه في نادي الوحدات حريصين على الوطن، حريصين على الاردن، ونحن مستعدين لاي تسويه. من طارق خوري الى اصغر عضو في نادي الوحدات مستعدين لاي تسويه. شعارها وسقفها الوطن اولا، شعارها البلد اولا، امام كل المخاطر المحدقه بنا وامام كل المخاطر المحدقه بالمنطقه. كل ما نريده إعادة النظر في أسلوب قوات الدرك. فكرتك وصلت أستاذ سامي السيد، وفكرتك وصلت أستاذ سامي يا سيد، رئيس السابق لنادي الوحدات. أدانه كمان حتى الرئيس السابق لنادي الوحدات. لا دعني سأعود إليك بعد أن نقرأ إيميل من محمد الكسواني من الأردن يقول: الأخ عبد الهادي راجل المجالي من بين ما يقول له كل الاحترام، ولكنه حول الموضوع لموضوع شخصي وبدأ بالعزف على وتر الوطنية، وهذا شيء مرفوض. ما هذا الكلام؟ هل من العيب أن يهتف الجمهور لرموز مثل قضايا وطنية وإسلامية؟ وهل أصبح من العيب أن ترفع الأصابع بشارة النصر؟ هل إذا أحببت الأردن هنا معناه أني أكره فلسطين؟ وهل حبي لفلسطين يعني كره الأردن؟ طبعا هذا واحد من الإيميلات التي تصل الناس، نقرأ بعد حين. أستاذ ناخذ خالد من الأردن. مرحبا بك الأخ خالد، تفضل. بدي أحكي أنا. سأعود إليك أستاذ طارق لأنك متهم الآن. السلام عليكم. تفضل باختصار أستاذ طارق. وعليكم السلام. يعطيك العافية. الله يخليك.
بس بحب احكي للاخ المجالي. تفضل. احنا جماهير الوحدات عامة، احنا بنحب الاردن وعشنا في هذا البلد ولانا لهذا البلد، واحنا نكون من الاصول الفلسطينيه هذا لا يعني انه احنا ما بنحب الاردن، بس احنا تعرضنا لظلم، والظلم هذا شافه كل الناس وانبث على شاشات التلفزيون. الجمهور كان يحتفل بعد انتهاء المباراه وانضرب بطريقه سيئه جدا. قوات الدرك اذا غلطت، اذا كان اخوي او اخوك او ابن عمي او ابن عمك، احنا لازم نحط النقاط على الحروف ونقول يا اخي في نفر من قوات الدرك غلط. يعني لما الجماهير تتفغط وتوقع وبعدين شايف حامل القناوي بضرب في هالجماهير، هذا تصرف خاطئ. احنا هذا هو، ولا هي يعني احنا ما بدنا نحول الامور سياسيه، كلياتنا عايشين في هذا البلد وحبنا ولا هذا البلد، ونادي الوحدات نادي اردني اولا واخيرا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، شكرا على هذه المكالمه. تفضل طارق. يعني اول شيء الاخ عبد الهادي يعني حول وشخصن الموضوع. يعني للاسف احنا بنحكي عن قضيه جماهير اردنيه وعن اعتداء الدرك، حولوها للساحه اللي هم بيرغبوا في الدخول فيها. كنت نائب سابق وخسرت في البرلمان، هي اللي سابق وخرج سابق تبحث عن الفلوس. انا بحكي عن هذا توصيف لمشهد انت سيست الحدث. حكيت وتركتك. يعني انا ما اكمل حديث، ما انت بتتهمني بس خليني اكمل. انا ما انت متوتر ومتعصب ليش؟ بس خليني اكمل. بوصف في مشهد، اوصف في مشهد. يعني معلش الاخوان متوترين يعني ومعصبين طبعا لما تقول يهود على اهلنا واخواننا. لا في يعني مهمه بدك اياني ابتسم لك تحكي طيب. توصفهم باليهود وابتسم. في مهمه خاصه، يعني هم حابين يوصلوا رساله خاصه شخصيه ضد طارق خوري. يعني كان بيقدر يوصلها، كان بيقدر يوصلها في كتاباته، كان بيقدر يكتب أنا رايه في طارق خوري، بس كان ما فيش داعي انه يجي بدل يحول اعتداء على 250 مواطن اردني مصاب تحول 6 مليون اردني بيعرفوني لاني بعبر عن وجدانهم وفقرهم. انا ما انتقدت في هذا الموضوع. انا ما عم بحكي، وقبل ما تصير رئيس لنادي الوحدات انا كاتب اكتب على الصفحه الاخيره في الصحافه الاردنيه. اخ عبد الهادي انا ما بحكي عنك، انا قضيتي واحنا ما بنوصل رسالتنا وطنيه. أنا قضيتي وتدرك اني فصلت من الحكومه بأمر من رئيس الوزراء، وتدرك أني أملك أزمة مع الحكومة، وتدرك أن وزير الإعلام السابق رفع علي قضية وتم إصدار قرار بفصلي من نقابة الصحفيين. أنا عندي أزمة مع الحكومة، هذا أمر خاص. لكن لا قلت يهود ولا شخصنت ولا طعنت بالتراب الوطني. أنا مش مشكلتي ما عنديش أجندة حكومة ما بنفذ. أنا حبيبي مش مشكلتي أنت ولا بطلع على شو حكيت أو شو كتبت أو شو بدك تكتب. هاي مشكلتك، هذا أمر خاص. أنا بحكي عن مشكلة شعب، عن مشكلة مواطنين. أنا ما بصغر الموضوع. بس أنت ليس لا تقنع باسم هذا الشعب. أنا ما بصغر، لا، أنا المواطنين اللي انضربوا جزء من هذا الشعب. أنا بدافع عن سلوك خاطئ. أنا ما بحكي على شخص، ما بحكي على السيد عبد الهادي المجالي ولا على فلان ولا علان. هاي مواضيع جانبية بسيطة بالنسبة لما حدث. ما نصغر الموضوع وما نحول الموضوع لموضوع شخصي. الموضوع أكبر من ذلك. الموضوع هو ناس وحقوق ناس. لا يجوز تصغير الموضوع بالشكل هذا وتحويله لشكل شخصي. هذا عم بيقيم المشكلة الأساسية وعم بيبعد الاهتمام والتصليح. احنا مع الاصلاح، الاصلاح يبدا لما نحط ايدنا على الوجع، مش لما نزيد الطين بله، مش لما نتحدث عن اقليميه ولا وحده وطنيه. وين الوحده الوطنيه؟ اصلا مصطلح الوحده الوطنيه لا ينطبق على الاردن. احنا وطن واحد، جذورنا في الارض هاي، عايشين فيها وراح نموت فيها. وحده وطنيه بتحكيها بين شركس وعرب، بين ارمن وعرب، ما بتحكيها بين اخوان. هذه هذه مصطلحات استعمارية لا تنطلق على الأردن. الأردن شعب واحد، بلد واحد. أنا أمي شرق أردنية، مرتي شرق أردنية. أنا بقدر أحكي بهذا الحكي؟ أحكي وحدة وطنية بيني وبين مرتي وزوجتي ولا بيني وبين أمي؟ الوحدة الوطنية لا تكون بين أبناء الشعب الواحد ولا الدم الواحد. عيب الحديث عن وحدة وطنية وعيب الحديث عن إقليمية في بلد واحد. إحنا أصلنا بالمنطقة هاي، جذورنا في الأرض ورأسنا بالسماء. ما بنرضى هاي المزايدات. هاي المزايدات مرفوضة. يزاودوا على ناس ثانيين، يزاودوا على عملاء، يزاودوا على جواسيس، بس ما يزاودوا على ناس بيحكي على نادي، رئيس نادي. من حقي ادافع عن كل واحد فيه، عن كل جمهور صغير وكبير. انا واجبي، لو حقي الشخصي ممكن اتنازل انا بكره احكي الله يسامحهم، لكن هاي حق جماهير، حق هيئه عامه حطت ثقتها فيي. انا مسؤول ان اتحمل هذه المسؤوليه امام الجميع. وبعدين عوده الى موضوع هتافات. ما هي الهتافات صدت نادي الوحدات؟ انا مع المقاومه،
لو شجعوا المقاومه في اي مكان في العالم، صارت هيك بيان لو كانت من انتخابي اي ما صار مكان. حوار. لا لا بيان لا لا تسجيل مواقف وبعدين اذا كانت يعني يتحدثوا عن اصول فلسطينيه نادي الوحدات. اذا يعني خلينا نوزع الوقت. اخي طارق انت انا ما بحكي شخصي، انت انا ما بحكي معك، قاعد بتحكي انا ما بحكي كلام شخصي، شو استعراض. انا ما بحكي شخصي. لا تجربه لا البرلمان اثرت لا فيك. لا لا شوف بدي احكي لك قبل البرلمان انا ابن سياسي وابن بيت الجند سياسي. الاردني باليهودي اساءه لشرف وكرامه لم يتم كل هذا. مواطن اردني. لم يتم هذا. وانت لم وقفت يتم هذا. القصه سياسيا. لم يتم ولا هذا. يوجد مشكله لم يتم ولا يوجد هذا. مشكله فلسطيني واردني في الاردن. وكانت القصة محصورة. وبتعرف انه من وصفه بالخطأ انا ثاني يوم كتبت مع نادي الوحدات، لكن بعد المباراة قمت بالتركيب حدث سياسي انتقامي على حدث رياضي ووترت الساحة. انتقام من من؟ من اللي اسقطوك بالانتخابات. اسقطوني؟ شكرا لك. ما انت اللي حكيت لي اياها. شكرا لك. خلص انت حكيت. مش انت حكيت لي اسقطوني. انا قضيه الانتخابات بس خليني اكمل. بس خليني اكمل. انا شخص اعطيتك لا تحولني النيابه، لا ترفع من قيمتي ولا تحولني من شخص اخر. او عفوا هاي وجهه نظرك. النيابه قصه القضاء تحولت لانك قلت لجندي بدعس عليك. لا مش هيك. لا قلت له بدعس عليك. لا مش ما انت حكيت لي قبل الاستوديو بدعس. استاذ عبد الهادي هذا امور، هذه امور خاصه. انت استاذ عبد الهادي خلينا نرجع لقضيتنا. القضاء الاردني قضاء مستقل وانت بتعرف أيوة انه مستقل. نعم وانا عندي ثقه فيه نزيه وراح اعرف انه النزاهه راح تطلعني. بدي احكي لك شو اخطر شيء بالدوله الاردنيه. انت تعرف خصوصيه الاجهزه الامنيه وخصوصيه المؤسسات العسكريه. لا ما تحدث عن اجهزه امنيه. شو بتمثل؟ انا تحدثت عن اجهزه امنيه. اقول لك انت شو سويت؟ انا تحدثت عن ذلك اعتدوا على المواطنين. لا اعدت شبح حين وصفت الامر بالمجزره ووصفت هي جرايد اردنيه. حادث سير فيه 3 كاتبين مجزره. الراي الغد شبح صراع كاتبين مجزره حادث سير. لما تشوف 5000 فوق بعض مجتمعين ما بتسميها مجزره؟ بلدنا بمر والله 5000 فوق بعض متركبين لا تسميها مشهد. شوف مشهد اول. بلدنا شو الكلمه بتطلع منها؟ بلدنا بمر بظرف سياسي صعب وبلدنا بلدنا مستقر. لا بلدنا مستقر وآمن. بلدنا مهدد بقصه وطن بديل. وبلدنا بيعاني من ازمه اقتصاديه. وأنت تعرف أنه كل الأحزاب السياسية ما بتجمع 20,000 زي ما بيجمع الفيصل والوحدات. وتعرف أنه الفيصل والوحدات أحيانا بأخذ تعبيرات معينة اجتماعية وسياسية. المباراة كانت سائرة بطريقة طبيعية. وحتى لو صار خطأ جمهور الفيصلي أيضا كان رياضيا. لكن الوحدات أيضا كان رياضيا. من وتر الساحة الأردنية هو أنت بهذا التصريح. ومن شق الساحة الأردنية هو أنت. ولكن هو جاء رد فعله على الفعل. أين الشق هذا؟ لا الشق في بعض الناس اللي انت واحد اللي منهم. سويت. لا انت سويت. أنا ما بتعامل مع الامريكان. انا بتصلوا معي ناس اشخاص. انا لا ازود الجند الامريكي بالكاترينج بالعراق. انا ما عنديش ملايين دولارات. انا ما بدي احكي ما بدي عنديش انا مش راس مال اردني تم توظيفه وتركيبه على النادي. انا مش صنيعة اشخاص الاردني. جاوبني على سؤالي. انا وجدان شعب. انا ما بدي تعبيراتي عن وجدان شعب. انا ما بدي اجاوبك بنفس الطريقة. ما بتصنع وطن. انت تتحدث عن الفرضيات وتتحدث عن انا ما بحكي معك هيك. انا ما بتحدث مع شخص. انا بتحدث مع شعب. الاجندات. انا بتحدث مع شعب. مين هم انا بتحدث عن نادي عدد مشجعيه بالملايين. انا لا اتحدث عن شخص ولا اتحدث معك. انا حديثي مش معك. تعرف شو صورة التناقض؟ انا حديثي انه هذا نادي يمثل وجدان الشعب الفلسطيني وهم مواطنين اردنيين وهم الاشرف والاطهر والاعلى. الله يخليك. لكن تعبيرات راس المال الدولار لا تعبر عن وجدانه. من فضلك استاذ عبد انت من تمثل استاذ عبد الهادي. انا كل الاردنيين. انت تمثل. انا جزء. فوضوك بان تكون الناطق الرسمي. وجهه نظر. انا تركيبتي الاجتماعيه والشخصيه. وجهه نظر. انت تمثل وجهه نظر. انت تمثل. سامحني خليني الشارع. خليني وابن عسكري. خليني أنت تمثل وجهة نظر ربما يشاركك فيها الكثير من الأردنيين. ولم أكن تعبيرات رأس المال. أوكي. مثله. هو تعبيرات الدولار. أنا أريد أن أبقى في حدود ما حدث وعن أتحدث عن الفعل وليس عن رد الفعل. ما هو تعليقك على تصرف الدرك الأردني مع جماهير الوحدات التي كانت مسالمة ولم تفعل شيء؟ سيدي خليني أحكي لك شغلة. هلأ في مسألة مهمة. ما حدث نتاجات ما حدث هي إصابات. كان الحمد لله لم تقع الحدث. خلينا أكمل يا أخوي. ما هو سألني السؤال. اصبر عليه. حدث. نحن في الأردن في توتر اجتماعي. يعني حين أنشئت قوات الدرك كان في توتر اجتماعي. كان لها ضرورة أمنية. وجزء من الاحتقانات الاجتماعية كانت تحدث في الملاعب. هلا بنقول صار مبالغة ومغالاة في الخطة الأمنية. كان كل الناس متعاطفين مع الوحدات وأنا متعاطف. أنا لا أرضى بما حدث حتى الخطأ. يعني أنا لما مواطن أغلط كمواطن عادي
لما أغلط ممكن بس رجل الأمن المسؤولية مضافة عليه. يا حرام هذول الناس أخطأوا في بعض التعبيرات وتنفيذ الخطة. تركب عليهم إنهم يهود وتركب حدث سياسي، لا ودمهم لن يذهب هدرا. طبعا مين اللي مات؟ طبعا هل قتل حدا؟ إصابات بالحدث لما شفنا في وفيات، لما رحنا على بالعدل والقانون. طبعا. طب ما انت انت متهم يا اخي. انا جاهز للدفاع عن نفسي. كيف عدل انا القانون؟ جاهز للدفاع عن انت نفسي. اول واحد لا تصغر الموضوع، لا تصغر الموضوع. دعني اقرا ايميل من سلمان السلمان. انا بكل روح رياضيه، الاخ لم جالي متوتر ويتكلم خارج الموضوع، لا يجوز تحويله الى اردني فلسطيني.